طيب كلمتين بهدوء كده. الماتش خلص يعني خسرنا وخرجنا من باتشوكا واللي حصل. كلمتين بهدوء كده علشان يعني لما جيت احط عنوان للفيديو ما لقيتش احسن من العنوان اللي انت شايفه قدامك، وهو ان احنا بنخسر للمرة العشرمية بنفس الطريقة. يعني كل مرة في دور نص النهائي سواء في كاس عالم أندية او في الانتر كونتيننتال المرة دي، كل مرة نقول الحظ معانا اهوت وجايب لنا فرقة سهلة وده حظنا وده يعني دي فرصتنا ان احنا نتأهل للنهائي. وكل مرة بيحصل نفس اللي بيحصل. كل مرة بندخل الماتش بنعمل حاجات غريبة، بنضيع فرص غريبة، وفي الاخر بقى بعد الماتش بقى نفضل بقى نندم بقى. نفس اللي بيحصل، سيناريو بيتكرر للمرة ال400. السيزون اللي فات مع فلومينينسي واللي قبله نفس كل حاجه. كهربا ده لوحده برده مضيع برده السنه اللي فاتت برده لو تفتكر، كوره خطيره برده اللي ضيعها براسه، نفس كل حاجه. بس خلينا كده بهدوء كده يعني نتكلم بعد ما خرجنا يعني من البطوله وبعد ما شفنا اللي حصل امبارح. خليني بس كده هوجه كلمه كده للعيبه وكلمه للجهاز الفني وكلمه للاداره في الاخر. اول حاجه كلمه للعيبه، يعني مفيش اي شك ان احنا كنا امبارح احسن في الملعب، كان واضح جدا. وكان شفت زيك كده ان احنا امبارح كنا احسن في الملعب. احنا احسن من باتشوكا مليون مره في الملعب امبارح. احنا كنا ماسكين الكوره، احنا كنا الاستحواذ الاكتر بالنسبه لنا. بس كان عندنا مشكله كبيره في يعني كنا بنروح للمرمى وبننسى احنا بنعمل ايه، بننسى ازاي نسجل. عندنا مشاكل في اتخاذ القرار قدام الجون واضحه جدا امبارح. اللعيبه برضو يعني في عندها قله تركيز، وبرضو بنيجي برضو قدام الماتشات دي برضو وبنيجي برضو في الماتشات دي برضو وتحس ان احنا يعني مش عارف بقى بنخاف. يا جماعه احنا بنلعب فرقه بتنافس على الهبوط في الدوري بتاعها. يعني باتشوكا دي في المركز ال16، في الدوري بتاعها من 18 فرقه. يعني فرقه بتنافس على الهبوط، يعني بتحاول ان هي تنقذ نفسها. فاللعيبه امبارح على الرغم من ان احنا كنا ماسكين المباراه وكنا الاحسن وكنا الافضل وكنا اللي بنوصل اكتر، يعني فرصنا اكتر من باتشوكا ده بكتير، ولكن احنا كان عندنا مشكله في انهاء الهجمات. بنروح للجون وزي ما شفت طاهر يغرفها بره، قفشه يحطها بره، كهربا يجي له انفراد يحطه يخرج بيه بدل ما يلعبها بوش رجله او من فوق الحارس. يعني عندنا مشكله كبيره في انهاء الهجمات امبارح. لكن لو جيت تشوف ارض الملعب لا، احنا كنا احسن، احنا احسن من باتشوكا. لكن هل الاحسن ده فادنا بحاجه؟ مشكلتنا امبارح ان احنا وصلنا مع باتشوكا ده يعني لضربات الجزاء، واحنا نستاهل ان احنا نتغلب عشان النقطه دي. احنا نستاهل ان احنا نتغلب، ان احنا وصلنا مع فرقه زي باتشوكا دي بالمستوى بتاعها ده، مع احترامي الكبير ليها في قوه بدنيه، عندهم قوه بدنيه وعندهم، لكن احنا نستاهل، احنا خرجنا نستاهل ان احنا نخرج عشان وصلنا مع فرقه زي ديت لضربات الجزاء. فرقه زي دي مرتاح يعني تاخد 2-3 في الماتش. امبارح ضيعنا فرص كتير. فاللعيبه امبارح كان عندها يعني نوع من انواع عدم التركيز قدام المرمى. ما بنعرفش نخلص الفرص، ما بنعرفش نعمل هجمات صح للاخر. ده اول حاجه فيما يخص اللاعبين. تاني حاجه فيما يخص مستر مارسيل كولر، الراجل بدأ صح تشكيل. هو ده التشكيل اللي احنا اغلبنا كان متوقعه. مفيش يعني هو ده لعبته اصلا، او هو ده التشكيل اللي بيبدأ بيه في معظم ماتشاته وفي اخر ماتشاته. فهو ده التشكيل اللي نزل بيه صح جدا، ومسك الملعب وبقى هو الاخطر زي ما قلت لك كده، وهدد مرمى باتشوكا اكتر من مره. لكن امبارح الحاجه اللي انا ما فهمتهاش عند مستر مارسيل كولر تغييراته. انا بجد لغايه دلوقتي مش مستوعب تغييرات مستر مارسيل كولر. يعني وكهربا بيسخن، انا كنت قاعد بتفرج على الماتش مع ناس اصحابي، يعني انا قلت لهم ربنا يستر وما يكونش اللي في بالي صح ويخرج وسام ابو علي. انا لغايه دلوقتي مش عارف برضه مستر مارسيل كولر خرج وسام ابو علي ليه. انا وسام ابو علي لو اكتع ما يخرجش من الملعب، ده اللي انا افهمه. وسام ابو علي لو اكتع ما يخرجش من الملعب. وسام ابو علي يخرج في حاله واحده، لو انت هتنزل مكانه مثلا رونالدو الظاهره، هتنزل مكانه مثلا راؤول جونزاليس، فاهم انت يعني قصدي ايه؟ هتنزل مكانه مثلا عماد متعب، فاهم؟ لكن ما تخرجليش وسام ابو علي وتنزل لي كهربا.
انا دي مش فاهمها لغايه دلوقتي، يعني دي انا بحاول استوعبها مش فاهمها. زي ما انا بحاول استوعب احنا خرجنا يحيى عطية الله ليه برضه. يعني لو ما كانش مصاب، انه يحيى عطية الله جه في لقطه كده قاعد على الارض واشتكى، فلو ما كانش مصاب بتخرج يحيى عطية الله ليه؟ راجل خطير وبيعمل لك جبهه قويه بالناحيه الشمال وبيدافع كويس وبيرفع كويس، حل هجومي عندك، حل مهم في الملعب، فبتخرجه ليه؟ حسين الشحات برضه على الرغم حسين الشحات امبارح مثلا ما كانش في احسن احواله، ولكن حسين الشحات برضه لو بنص رجل بيعمل لك الفارق. حسين الشحات لو بنص رجل يعمل لك الفارق. فبرضه انا مش عارف برضه احنا خرجنا حسين الشحات ليه؟ ده برضه يعني علامه استفهام كبيره برضه. فبصراحه يعني مش فاهم مستر مارسيل كولر. تغييراته امبارح كانت عجيبه، يعني بننزل كهربا، وكهربا يعني اصلا مستواه في الاساسي اصلا بقاله فتره ضايع. كهربا مستواه ضايع، بننزله مكان وسام ابو علي. الكره اللي ضيعها كهربا الانفراد انا بقول لك عليه ده، اللي هو خدها وخرج بيها بره دي، الكره دي لو كانت جت لوسام ابو علي على طول هوب، يا اما ببطن رجله يا اما بوش رجله من فوق الحارس، شكرا. لكن كهربا لا عنده الاحساس بالمرمى ولا عنده الاحساس بالمكان اللي هو فيه، اصلا مش مركزه يا جماعه، مش مركزه. كهربا مش مهاجم، كهربا اساسا جناح مش مهاجم. مش معنى ان هو نجح معانا في فتره وان هو كان بيجيب اهداف في فتره ان هو يبقى مهاجم، مش مهاجم. تغييره انا مش فاهمها، وتغييرات مستر مارسيل كولر امبارح سيئه، زي ما ضربات الجزاء سيئه. بص انا ما عنديش مشكله ان احنا نخسر، ومفيش فرقه في العالم بتخسر يعني بتكسب على طول، بنكسب وبنخسر. انا عندي مشكله في السيناريو، يعني ايه فرقه تبقى متقدمه في ضربات الجزاء 2-0 والفرقه اللي قدامها مضيعه بلانتيين وانا اجي في الاخر اخسر المباراه؟ انا يعني مش مستوعبها. انا اول مره في الفرق اللي انا او يعني في الحاجه اللي انا بشجعها في مصر، سواء النادي اهلي او منتخب مصر، اشوف او يحصل معايا المنظر ده، ان المنتخب او النادي الاهلي يبقى متقدم في ضربات الجزاء 2-0 واللي قدامنا مضيعين 2 بلانتيين واحنا نخسر في الاخر. مين اللي حط كهربا في الخمسه الاولانيين؟ وانا مش همشي مكان انه يعني، او مش همشي ورا الناس اللي بتقول ان هو ايه اللعيبه حبوا يجاملوا معاه، طول ما انا ما عنديش دليل واضح يعني، لانه نفس الناس او نفس الصفحات رجعت قالت ان كولر هو اللي كان مختار كهربا. ليه كهربا يتحط في الخمسه الاولانيين وما يتحطش عمرو السوليه ولا بيرست تاو اللي هم معروفين ان هم بيسددوا ضربات جزاء؟ ليه؟ ضربات الجزاء دي يتحملها مستر مارسيل كولر قولا واحدا. سيبك من التسديد السيء اللي عمله كهربا، نفذها سيء جدا، والحمد لله اصلا يعني انا قمت اصلا ما شفتش ضربات الجزاء، شفتها في الاعاده بقى، يعني الحمد لله عشان الدم ما يتحرقش اكتر. كهربا سدد ضربه الجزاء زي الزفت، والاخ كمان مين اللي ضيع كمان، وعمر عبد الواحد كمان زي الزفت، ودي تاني مره عمر كمان عبد الواحد ضيع ضربه جزاء. وحتى كمان خالد عبد الفتاح برضو على الرغم ان هو حطها، لكن برضو يعني حطها حظ. لكن مستر مارسيل كولر يتحمل ضربات الجزاء دي قولا واحدا. مين اللي يحط كهربا قبل واحد زي يعني واحد زي عمرو السوليه وواحد زي بيرسي تاو؟ فمسؤوليه الخساره يتحملها برضو مستر مارسيل كولر، زي ما مسؤوليه الخساره دي يتحملها مجلس الاداره. وسؤال لمجلس الاداره اللي بيزعلوا لما الجماهير بتطلع تطالبهم بالتعاقدات، وبيطلع استاذ ابراهيم المنيسي وبيطلع باشمهندس عادل القيعي وبيطلع كل الناس اللي مسؤولين في النادي الاهلي يقولوا للجماهير بلاش، ده انتوا عندكم سكواد قوي، ده انتوا مش عارف ايه، بلاش تكلموا في الصفقات والاهلي والميزانيه. ميزانيه ايه؟ هل عاجبكم منظر الفرقه ده؟ يعني هل الفرقه بعد ما الاسكواد اللي فيها اتفضى، مشينا اليو ديانج وما جبناش حد مكانه، ومشينا احمد عبد القادر وما جبناش حد مكانه، ومشينا، هل عاجبكم المنظر ده؟ هل احنا عايزين نروح كاس العالم للانديه في الصيف اللي جاي بالفرقه دي، بالسكواد ده؟ اسكواد فيه 4 اجانب بيتلعب امبارح الماتش باجنبي واحد بس. انت عاقل ان احنا عندنا 4 اجانب؟ مارسيل كولر بدأ الماتش امبارح او لعب اغلب الماتش امبارح باجنبي واحد بس. رضا سليم بره، اشرف داري بره، بيرست تاو بره. متخيل الاجانب، مستوى الاجانب اللي عندنا نادي اهلي عامل ازاي؟ ومش عارف لغايه امتى هنفضل نقول الاهلي عايز صفقات، والاهلي عايز مهاجم تاني مع وسام ابو علي، والاهلي عايز اجنحه، والاهلي عايز نص ملعب تقيل، والاهلي عايز مش عارف. ولغايه امتى هنفضل نقول لازم يبقى فيه صرف اكتر من كده؟
ولازم يبقى فيه على قدر المرحله اللي احنا فيها. الاهلي دلوقتي غير الاهلي 2008 و2006 و2007 مع مانويل جوزيه. اسم الاهلي دلوقتي اكبر، براند الاهلي دلوقتي اكبر، بطولات الاهلي دلوقتي اكبر، فلازم بالتالي يبقى الفلوس اللي بنصرفها على فرقه النادي الاهلي اكبر من زمان. لكن هل ده اللي بيحصل من اداره النادي الاهلي حاليا؟ لا. كل ما نفشل في صفقه، ده النادي اللي قدامنا غلى في الصفقه، ده النادي اللي قدامنا. طب ما النادي يعني النادي اللي قدامنا ما هو عاوز يكسب. انت بقى فينك يا نادي الاهلي؟ لغايه امتى هنفضل نطلع ونبرر احنا بنتفاخر بان احنا عندنا اكبر ميزانيه في مصر؟ فين الكلام ده؟ فين الكلام ده مع الفرقه اللي هي الباترينا بتاعت النادي؟ مش شايف حاجه، ومش شايفين حاجه كلنا. والفرقه من مستواها من سيء لاسوأ، لان احنا ما عندناش. امبارح الفرقه يعني انت مش لاقي البديل، مش لاقي البديل. حتى رضا سليم مش جاهز، الدكه مش مساعداك، ولا مساعده مارسيل كولر، ولا مساعده اللعيبه. فرساله يعني لاداره النادي الاهلي والمجلس اداره النادي الاهلي، عاجبكم شكل الفرقه كده؟ عاجبكم منظر الفرقه كده؟ هنروح كاس العالم للانديه بالمنظر ده؟ خسرنا فرصه تاريخيه لان احنا نصعد للنهائي ونقابل ريال مدريد في النهائي. يحصل اللي يحصل في النهائي، ربنا قادر على كل شيء. ولكن بتلاعب فرقه سهله ومتقدم في ضربات الجزاء 2-0، وفي الاخر تخسر وتخرج. مين اللي يتحمل المسؤوليه دي؟ اخطاء كل سنه اللي بتتكرر دي، مين اللي يتحمل مسؤوليتها؟ معلش، لا الاداره ولا اللعيبه هتحب النادي اكتر من الجمهور اللي هو ما بيستفدش حاجه، ما بيستفدش ماديا، ده بالعكس بيصرف ماديا عشان يروح الاستاد او علشان يقعد على قهوه يتفرج على الماتش. هنفضل لغايه امتى نتكلم في نفس النقط دي؟ مش عارف. ولكن اللي حصل حصل، وخسرنا المباراه، وخسرنا نص النهائي، وخسرنا كاس التحدي، وخسرنا كل حاجه وخرجنا. الله المستعان. السلام عليكم.